من يقف وراء حرائق عجلون؟ مئات الدنومات اتشحت بالسواد جراء تفحم مئات وربما آلاف الأشجار بسبب الحريق الهائل المتعمد الذي اندلع في منطقة الصفصافة بين محافظتي عجلون وجرش. ما أن انتهت جهود الإطفاء حتى اشتعلت الحرائق من جديد في مناطق وعرة يصعب الوصول لها، وهنا تكمن علامات الاستفهام. كوادر وآليات الدفاع المدني تعاملت مع الحريق بجهود جبارة. آليات وكوادر وزارة الزراعة كذلك فتحت طرق جديدة. طائرات سلاح الجو شاركت في عمليات الإطفاء التي استمرت عدة أيام قبل أن تتجدد ثانيا. محافظ عجلون أكد فتح تحقيق لمعرفة ملابسات وكشف من يقف خلف هذه الحرائق التي هددت الثروة الحرجية في أجمل المناطق السياحية. توقعات الأسباب تشير أن الحريق مفتعل، فإما أن يكون نتيجة الإهمال في إشعال النار وصعوبة السيطرة عليها من قبل أشخاص مستهترين، وإما أن يكون للقضاء على بعض الأشجار من قبل تجار الحطب ولصوص الغابات الذين يسطون على الأشجار ويقطعونها من أجل بيعها. أما الاحتمال الثالث فهو إشعال الحريق عامدا متعمدا، وهذا ما ستكشف عنه التحقيقات. أيا كان السبب سواء بقصد أو بدون قصد فالنتيجة واحدة: خسائر هائلة للثروة الحرجية، وإشغال الأجهزة المعنية بإطفاء الحرائق، وهدر للوقت والجهد، وخسائر وتكاليف مادية كبيرة. أجهزة وكوادر الدفاع المدني في محافظات جرش وعجلون وإربد والزرقاء والبلقاء كلها انشغلت بالإطفاء. مدير دفاع مدني محافظة عجلون دعا إلى زيادة عدد الطوافين وأعمال المراقبة وتوفير الإمكانات الكبيرة لمواجهة مثل هذه الحرائق، والعمل على فتح الطرق بين الغابات لسهولة الوصول إلى مواقع الحرائق والسيطرة عليها وإطفائها. وأكد أن معظم الحرائق التي يتم التعامل معها تكون متعمدة وبفعل فاعل هدفها الإضرار بالثروة الحرجية كثروة وطنية، ويبقى الأمل معقود على الأجهزة المعنية في كشف أسباب الحرائق ومحاسبة المجرمين الذين قاموا بارتكابها.